النهارده مدير بجامعه بنها. لا، جامعه القاهره. بجامعه القاهره. بنرحب بيك، صباح الخير. كلمنا عن القافله النهارده ويوم الخير بتاع مؤسسه عامر. بصي، احنا عاملين ده دور الخدمه المجتمعيه لكليه الطب عصر العيني. دي خطه سنويه بنعمل قوافل في المحافظات النائيه، وبنعمل قوافل في المحافظات الملاصقه للكليه اللي هي في الجيزه والقاهره، المناطق العشوائيه. فبنعمل قوافل دلوقتي بقالنا 3 سنين للدلتا. فمن ضمن القوافل دي احنا عاملين محافظه القليوبيه، وبالتعاون مع مديريه الصحه في القليوبيه. النهارده في شبرا شهاب، كنا امبارح برضه في القليوبيه في بلد ثانيه. القافله النهارده عايزين نعرف من حضرتك القافله النهارده بتوفر ايه للمواطنين؟ في تخصصات ايه؟ في علاج ولا لا؟ في تحاليل؟ عايزين نعرف القافله موفره ايه كل الخدمات اللي القافله موفراها النهارده. القافله بتاعت القصر العيني بتبقى قافله طبيه علاجيه، وفي نفس الوقت بناخد معانا اطباء بنكشف في كل التخصصات الطبيه، وبناخد معانا ادويه مجانيه، بناخد معانا تحليل فيروسات كبديه COP، كشف مذكر بتاع. ولو في اسر فيها فيروس سي بنشوف المحيط بتاع الاسره كلها، بنعمل لها تحاليل عشان بنتابعهم بعد كده. دي حاجه كويسه. زائد ان احنا بنعمل ندوات تثقيفيه للمرضى، وممكن بنعمل دورات تدريبيه للتمريض المحلي. التخصصات اللي معانا النهارده في بطنه، وفي قلب، وفي انف واذن، وفي جراحه عامه، وفي رمد، وفي جلديه، وفي ايه تاني؟ يعني واخدين حوالي بتاع 8 تقريبا كل التخصصات اللي المريض ممكن يكون محتاجها. حلو قوي فكره التحاليل بتاعت فيروس سي كنوع ان الوقايه خير من العلاج، نكتشف المرض قبل ما ينتشر اكتر من كده. طيب حضرتك كلمني عن الاقبال النهارده. هل الاقبال النهارده ده العادي بيكون في اي قافله، ولا الاقبال النهارده زايد شويه؟ ولا كلمني عن الاقبال. هو معقول احنا في قوافل بنطلع فيها بنروح نلاقي الدنيا ما بنقدرش نخش من المكان. يبقى في مثلا اعلان قبلها جامد، بس احنا عارفين النهارده الجمعه معظم الناس بتبقى مريحه شويه، بس برضه ما يمنعش ان في يعني اقبال برضه كويس ومعقول. انا شايف لحد دلوقتي مثلا فوق ال 200 واحد موجودين. تمام، وده راجع للعمليه التنظيميه برضه. طبعا انتوا بذلتوا مجهود كويس جدا، ان انتوا انا من اول ما دخلت من البلد لقيت في يافطه بتعلن عن القافله، ودي حاجه كويسه قوي مشرفه. برضه ده في يافطه برضه بترحب بالقافله وبتاع، فمعنى كده ان في اعلان مسبق عن القافله، فده بيسر عمل القافله وبيخلي القافله تكون ناجحه وتؤدي مهمتها. تمام. استاذ محمد بشكرك، متشكره جدا. برنامج عامر بالخير وراديو عامر. اهلا بك يا دكتوره عندنا في شبرا شهاب النهارده. دكتوره، عايزين نعرف ازاي بدا التعاون بين مؤسسه عامر وبين المستشفى عندكم. بدأ التعاون بالنسبة لليوم بتاع النهارده بخصوص قافلة النهارده. بلغنا ان في اطباء هيجوا من القصر العيني هيعملوا قافلة طبية. بدأنا نعد احنا العدة بقى لتجهيز اليوم ده. بس زي ما حضرتك شايفة ظبطنا الدنيا ووفرنا الأدوية ووفرنا الدكاترة الحمد لله موجودين، وفرنا كل الممرضات كأنه يوم عمل عادي، ووفرنا أطباء جميع التخصصات اللي هم جايين، وفرنا لهم غرف الملازمة والتجهيزات اللازمة وسراير الكشف وأجهزة. يعني عدينا الوحدة بتاعتنا على انها يعني فيها كل التخصصات، يعني جهزنا اوض لكل التخصصات. تمام، يعني المواطن النهارده اللي جاي يكشف هيلاقي الكشف بتاعه موجود، والتحاليل اللازمه والعلاج اللي عايزه، ويلاقي المعمل وهيلاقي كل حاجه والادويه ان شاء الله. طب دكتوره، عايزين نعرف من حضرتك مؤسسه عامر وفرت ايه في يومنا النهارده؟ والله هم بالتعاون بقى بينهم وبين اطباء القصر العيني وفروا الاطباء ووفروا التغذيه لليوم ده. تمام. طيب ايه رايك في العمليه التنظيميه النهارده والاقبال الجماهيري على القافله؟ لا الحمد لله كويس. احنا عملنا دعايه لما اتبلغنا، عملنا دعايه كويسه، وعملنا اللوحات دي، وعملنا في مدخل البلد، ونبهنا في الجوامع ان في قافله، والحمد لله الاقبال ممتاز يعني على القافله. دلوقتي انا جيت هنا من المستشفى، القافله اللي انتوا عاملينها طبعا العلاج بتاعي ناقص مش موجود. ماشي، فانا عاوز العلاج وعاوز عمليه في رجلي. ايه سبب عمليه العلاج؟ عمليه دوالي، وعندي نسبه عجز، عاوز اي نسبه عجز عشان اصرف اي فلوس الشؤون. طبعا كل ما اروح الشؤون لازم يجيب لك جواب من نسبه العجز، ادي الورق وادي العلاج. فيا ريت حضرتك بقى تشوف انت بقى تعمل ايه لبوكسات اهي دوالي.
طالعه لغايه فوق، نسبه العجز لغايه فوق. وعندي قرحه في المعده 2 في الاثنى عشر، عاوز لها علاج والعلاج مش متوفر اهو. الشريط ب 45 جنيه وانا مش قادر اجيبه منين بقى ب 45 جنيه؟ فيا ريت يا عمدتنا، يا ريت نبقى صناعه شوف لنا اي حاجه عشان برضه العلاج ده اهو. مواطنه من شبرا شهاب. صباح الخير يا زهره. جايه النهارده بتعملي ايه؟ طبعا جاي اكشف القبيله، كنت تعبانه محتاجه علاج. تمام، استفدتي يعني من النهارده؟ طبعا الحمد لله. انا كنا كلميني عن اتعاملتي ازاي النهارده في القافله؟ احسن معامله والله، الدكاتره موجودين وعلاج موجود وكل حاجه بنظام ومفيش حاجه يعني تعب ولا اي حاجه. مش حاسه ان ناقصك اي حاجه النهارده؟ يعني اخدتي الحق بتاعك كامل، كشفتي واخدتي العلاج والعلاج والتحليل وتحليل شامل وكل حاجه. اشكرك يا استاذ. شكرا. العلاج كله على حسابنا، كاتبوا لنا على حسابنا من بره. وربنا كاتب لنا كله على حسابنا من بره، كله على حسابنا. لو عايزين منا بنطلب كام ونطلب 5 كام من بيوتنا وتساهل. التقصير من عند مين يا حاج؟ ايه؟ مين اللي مقصر؟ المقصر اللي جايين. الحكومه ولا المؤسسه اللي بتخدم؟ لا المؤسسه مقصره. هي ذنبها ايه طيب؟ ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ هي اللي المفروض يعملوا كل حاجه ببلاش. هي المفروض ان كشف ببلاش والعلاج ببلاش الموجود عندهم. قاطعين تذكره. هتعرف التذكره بكام؟ التذكره ب2 وريني الورقه اللي معاكي كده. مين اللي قاطعها؟ باسم المؤسسه؟ مكتوب عليها اسم المؤسسه؟ كاتبين لنا علاج من بره قد ايه؟ مش عليها اسم المؤسسه يا حاج. تذكره. ما عليهاش اسم المؤسسه برضه. مش المؤسسه دي الوحده هي اللي قطعت الورقه دي. طب احنا ذنبنا ايه في كده بقى؟ مش المفروض يعدوا؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ بتعملي ايه النهارده؟ جايه كشفتي؟ المعامله هنا عامله ازاي؟ كويسه الحمد لله زي الفل. الكشف كويس يعني؟ اخدتي اللي انت عايزاه؟ صرفتي العلاج ولا لسه؟ ان شاء الله. هما العلاج من عندهم يبقى اليوم اتعامل ازاي؟ الحمد لله كويس. الكشف كويس. طيب في اي مشكله او حاجه؟ استاذ ايوب متابع عام في مؤسسه عامر الخيريه، عايزين نعرف منك تفاصيل اليوم النهارده. لا بصراحة ربنا احنا طبعا بنتوجه بالشكر في الأول وفي الآخر لمؤسسة عامر الخيرية. وده مش جديد عليها بالنسبة للقوافل الطبية وبرضه بالنسبة للقوافل البيطرية. مؤسسة لها باع طويل جدا في القوافل، واللي بتتميز بيه مؤسسة عامر الخيرية في القوافل الطبية إن هي بتجيب دكاترة على أعلى مستوى في جميع التخصصات، بجانب إن في مشاركة مجتمعية مع الدكاترة ومع الناس القائمين على العمل بالقافلة. وطبعا احنا مش شغالين برضه، ما بتبقاش مقتصره على محافظه القليوبيه فقط، وانما على 14 محافظه داخل جمهوريه مصر العربيه. احنا كنا السنه اللي فاتت في مركز المعده كنا في قافله طبيه في اسوان في اقصى جنوب مصر، والحمد لله يعني احنا في الخير مكملين يعني مع المجتمع. تمام. استاذ ايوب، طيب كلمني عن الفكره، تم تحديدها يوم ايه وازاي بدا التنظيم ليها، وكلمني عن الدعايه اللي عملتوها للقافله النهارده. هو حضرتك المؤسسه بصراحه بتشتغل بمنهجيه شويه من خلال خطه زمنيه يتم العمل من خلالها، بتبقى قبلها مثلا ب6 شهور او ب5 شهور، لان احنا بنشتغل في اماكن متفرقه من الجمهوريه. فالنهارده يعني الحمد لله زي ما انتم شايفين اقبال عالي جدا، ولسه ان شاء الله هيزيد بكثافه بعد صلاه الجمعه باذن الله. ان شاء الله. وطبعا يعني اللي احنا عاوزين برضو نقوله ان احنا النهارده المؤسسه اشتغلت على يوم الجمعه برضو لسبب وجود معظم الناس راحه من الشغل موجودين في الجروب بتاعتهم، فاي انسان بيشكو من حاجه فبيبقى قدامه اليوم طويل فبيجي هنا والحمد لله بياخد الخدمه والرعايه الكويسه جدا. بدأنا دعاية في القرية هنا للقافلة دي منين؟ احنا بدأنا مش على فكرة الدعاية مش على مستوى قرية شبرا شهاب بس، ولكن القرى المجاورة المنيرة وكفر عليم والكردون. يعني القافلة شاملة الخط كله دايرة القناطر الخيرية كلها. بنوسع دايرة الإفادة للناس بحالها يعني. الدعاية هي بادئة من قبل القافلة ب 48 سنة. تمام. من خلال ايه؟ من خلال طبعا الإذاعة في المساجد، ومن خلال برضه إذاعة متحركة، وفي نفس الوقت برضه من خلال منشورات، ومن خلال النت، ومن خلال الراديو نت اللي عندنا موجود في مؤسسة عامر الخيرية بيعملوا دعاية يعني الحمد لله يعني مرئية ومسموعة ومقروءة.
طيب استاذ ايوب، كلمني عن العمليه التنظيميه النهارده، ازاي منظمين لليوم ده وقادرين تساعدوا الناس لحد المواطن ما بيجي الوحده يكشف ويصرف علاجه ويروح تاني؟ هو حضرتك بالنسبه لموضوع العمليه التنظيميه ديت اللي بتشيلها اداره الفرع عندنا في المؤسسه من خلال فريق العمل المتواجد، طبعا مدير الفرع والرواد والرائدات بجانب برضه الشباب المتطوع متواجد هنا. وده زي ما قلت لحضرتك في الاول ان من ضمن الاشياء اللي بتمتاز بها مؤسسه العمل الخيريه اللي هي تعزيز المشاركه المجتمعيه. تمام. في اي مشاكل حصلت في يومنا النهارده ولا اليوم الحمد لله؟ لا هو الحمد بادئ لله كويس وان شاء الله يخلص كويس. ان شاء الله ينتهي كويس وفي تجاوب، والناس يعني طب يعني بتطلب ان احنا نحاول ان احنا نكتر في موضوع القافله الطبيه ديت. انت عارف ان الدوله عجزت عن حل مشكلات كتيره جدا، ولابد من وجود المؤسسات والجمعيات الاهليه تشارك في الدوله، وده دور واضح جدا لمؤسسه العمل الخيريه منذ قيام ثوره 25 يناير، وهي واخده العبء الاكبر والحمد لله في ثبات في العمل فيها، وده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الاستاذ منصور عامر والاستاذ عادل عامر والقائمين على العمل. مؤسسه العمل الخيريه من اكبر واحد الى اصغر واحد. استاذ ايوب بشكرك جدا. العفو يا فندم، احنا تحت امركم، وبنشكر راديو عامر والبرنامج بتاعكم الجميل ده. ان شاء الله باذن الله نلتقي في مرات قادمه ان شاء الله. جاي تكشفي ايه؟ ها؟ هو بيديش جاي تكشفي ايه؟ ما بتقولش. اتكلمي انت. جاي تكشف على دراعها في حساسية زي ما شايف كده، بتطلع لوحدها من غير تهش. على طول في ايديها كده؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. في الصيف بس؟ من الجو ده ولا ايه؟ في علاج؟ اختي جايبه علاج. خدت علاج ليها قبل كده؟ فين العلاج اللي معاكم؟ جاي تحت. جاي تشتري النهارده؟ جاي اكشف رمد واكشف على ولادي بطنيه وامراض جلديه. لمين امراض الجلديه؟ لعبير محمود. فين هي؟ هي تحت هتكشف هي انت واقفه حاجزه لها يعني؟ لا انا جاي بس اقدم ورقه عايز اكشف عليها من تحت لفوق. انت ايه رايك النهارده في اليوم؟ كويس. انت خدمات المؤسسه بتوصل لك ولا مفيش خدمه من المؤسسه؟ نعم؟ المؤسسه بتوصل لك اي خدمات ولا لا؟ طبعا قال لنا الاستاذ منصور كل حاجه. تمام. هو اللي راعي بلدنا وعمل لنا كل حاجه حلوه والله. والاستاذ عادل؟ الاستاذ عادل طبعا ابن عمه لازم يبقى زيه بالظبط. كل حاجه حلوه، وهيعمل معهد ديني للاطفال، وقايم بعلاجنا وعامل لنا كل حاجه جميله، ولابس منصور وقايم بطلبتنا وبيقبض الناس الفقراء والمساكين وقايم بواجبه يعني تمام. الله يخليه يا رب ويوسع عليه بحق النبي. ايه حاجه بتستفادي حاجه غير القافله النهارده؟ بستفاد منه كل حاجه. تقبض منه بقبض منه، وبيجي في الشتاء يجيب لنا بطاطين وبينزل لنا حاجات كتير وكراتين وحاجات كتير قوي، وبيعمل لنا خير كتير قوي في البلد، وعمل لنا مدارس وعمل لنا وهيبني لنا مستشفى جديده، والحمد لله يعني الحمد لله حاجته يعني قايم لنا بالواجب التام خالص. استاذ منصور عامل لنا كل حاجه حلوه. عندها برد بتكشف بطن. ايه بقى؟ كشفت بطنه ودي كشفت بتاع جلديه. انت ايه رايك فيهم؟ لا كويسين حاجه ممتازه. تمام؟ بتستفادي ايه من المؤسسه غير لا انا ما بقبضش باي حاجه. ايه الخدمات اللي ممكن شايفاها ناقصاكم وممكن المؤسسه تعملها لكم؟ اهم حاجه احنا عايزين النظام وعايزين المستشفى دي تبقى كويسه وحاجه كبيره كده. انا شايف المستشفى دي افضل من مستشفيات ثانيه عايزين كتير. الاجهزه، مفيش فيها اجهزه، مفيش فيها حاجات دي. يعني المستشفى ناقصها الاجهزه بس؟ الاجهزه واهتمامات بالحد اللي بيخش فيه شوفي تبقى كويسه. لا اكشف على ايه؟ اكشف على وشي. في ايه عندك وش؟ ايه اللي في وشك ده؟ ده حب. ايه؟ حب. بيطلع لك من ايه ده؟ مش عارف. في الصيف بس ولا الصيف والشتاء؟ الصيف بس؟ من الحر والميه وكده ولا؟ حر بس. من الحر بس؟ الدكتور كتب لك على علاج؟ لسه. لا وشه بس. لا وشه بس. بقاله قد ايه؟ عنده 4 سنين. بقاله قد ايه ده؟ الوش ده بيروح ويجي. طيب هو ساكن؟ لا ما بيسكنش. دكتور، من خلال الحالات اللي اتعرضت عليكي من اول النهار، ايه معظم الحالات اسبابها ايه؟ او انا شايف مثلا اطفال عندهم تقريبا زي حمى النيل او حاجه زي كده بتطلع في وشهم. هي معظمها عدوى بكتيريه او عدوى فطريه. يعني الاطفال كلهم بيتعدوا من بعض ولا ايه اللي بيحصل يعني؟ ده حاجه في الجو هنا في المنطقه هنا عموما في البلد هنا ولا؟ لا هي مش في الجو والبلد، هي ليها علاقه
بالحياه اليوميه بتاعت الانسان. يعني هو مثلا اللي ما بيحافظش على نفسه ناشف، يعني حاجات كده. طب في سلوك بس. سلوكيات. طب العلاج اللي متوفر انا شايف فيه حضرتك معظم العلاج تقريبا للاطفال ولا الكبار برضه؟ في علاج من هنا. تمام. العلاج ده مين اللي وفره يا فندم؟ القافله. قافله من جامعه القاهره؟ تمام. المعهودة بالنسبة للجراحة الحالات بتتكرر في كل مكان بنفس الطريقة. يعني متعودين ان هو مثلا بالنسبة للنساء ليهم حالات معينة قبل الحمل ممكن يجي لهم زايدة، بعد الحمل غالبا بيبقى فيه بواسير، غالبا بيبقى فيه شرخ. فبالنسبة لحالات الجراحة يعني ما نقدرش نقول في حاجة فيها انديميك في مكان معين، حاجة مستوطنة في مكان معين. ممكن اللي يلاحظ الموضوع ده البطنة او الجلدية، التخصصات ديت ممكن تلاحظ ان المكان دوت لا انا جالي النهارده حالات فيه كتير وكلها بتشتكي من كذا وكذا وكذا، لا ده في حاجه مستوطنه في المكان دوت محتاجين بقى نعمل كشف عليها. يعني في مرض معدي موجود في البلد ممكن؟ لا ده ما بقول لك، ده اللي هيكتشفوا الجلديه والبطنه، لكن بالنسبه لنا كجراحه ما بيفرقش كتير ان انا اروح قريه عن ان انا اروح نجع عن ان انا اكون في مدينه. الامراض هي احيانا احنا بنتوقع الحاله من قبل ما تدخل، يعني بنت وسنها في رينج معين وداخله ماسكه بطنها بطريقه معينه، اقدر اتوقع ان هي هتقول لي ان هي عندها مثلا شكوى زايده. واحده وكبيره وداخله وحاسس ان هي بتشتكي من تعب بطريقه معينه، قبل ما تتكلم هقول مثلا دي كذا. حالات طبعا بقى العاديه ده اللي ماشيه في النسبه بسيطه، يعني نسبه 2% 3%. يعني مفيش اي امراض مزمنه، مفيش اي حاجه المزمنه اللي جاي حل عارف ان هو عنده حالات مزمنه ديت جبناها من البلد وحللنا لها برضه وحللوا الاسره كلها، والاسره كلها الحمد لله طلعت كويسه. النتائج بتطلع النتائج بتطلع فوريه بتطلع على طول، كل واحد بياخد نتيجته فيه. نفسيه عصبيه خالص تمام، ده لازم ممكن بس دلوقتي بقى تحس قدام دلوقتي كده دكتور، الحالات اللي هيتعرض عليك النهارده ايه وضعها او ايه معظم الامراض اللي انت شايفها منتشره او حتى ما بين الناس؟ اول حاجه هنا كبد البطن. الم مستمر في البطن عند معظم الاطفال، ده الأنيبة والحاجات دي، ميه ملوثه الحاجات دي عامه. يعني معظم الحالات نص حد جاي بتشتكي بطنها، شكوى مستمره في بطنها. ده بسبب الميه. الميه تقريبا كل الحالات اللي دخلت لك، مش كل الحالات طبعا، لا انا دخلت الحالات في 27 حاله، حوالي 20 حاله منهم على الاقل، يعني على الاقل بسبب واحد نفس الشكل. اكل ملوث، خضار المغسول كويس، الميه نفسها، سلوكيات يعني سلوكيات. حالات العلاج اللي متوفر مع حضرتك دوت قرب يخلص. لا قرب يخلص، مش كافي. موجود في السوق العام سعره كويس ولا السعر عامل ايه خارجي؟ لا كان معايا حوالي غاليه جدا، كان معايا حوالي سلكسون جرام 30 جنيه. خلص خلص معانا حاجات ثانيه اهي. ده مش موجود في الصيدليات؟ ده موجود برضه، موجود بس سعره غالي على الناس. ممكن يخوف بقى كرتونه الخاصه دي كرتونه مواد حيه وخلصانه.
خالص شكر وتقدير للفريق الطبي القصر العيني الحقيقه اللي شرفونا النهارده، وبخصوص الذكر بخصوص اشرف شيوعه كما يتوجه بكل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور عاطف مدير وزاره الصحه والمناطق الخيريه، والاستاذ وزاره الصحه الأمريكية باسم الأستاذ محمد المنسق هذه القافلة الحقيقة مخصوص العمل الخيرية. فريق الحقيقة يعني كله يعني يستحق كل تقدير والتحية، لأنه فريق متعاون متفاهم لقضايا مجتمعه، بيحاول إن هو يساعد بقدر المستطاع. الحقيقة النهارده بنقدم خدمة صحية متميزة من خلال الوفود اللي احنا شفناها أمام العيادات المتخصصة المختلفة. بنسعى جاهزين إن شاء الله التعاون من التوصيل علشان الخدمة الصحية توصل لكل مواطنينا وأهالينا داخل مركز المناطق الخيرية الحقيقة. أنا بحيي كل حد الحقيقة اشترك في هذه القافلة وساعد بالفكر بالجهد بالأداء، لأن كل الناس ديت فعلا بيمثلوا المواطن المصري الإيجابي وبيسعى لبكرة مصر تكون أفضل بيهم بأمر الله. مصر لاتحادنا جميعا ستكون أفضل بأمر الله، والقادم مشرق بإذن الله ما دام هناك هذا التناغم وهذا التنسيق اللي بين المجتمع المدني وبين طبعا الجهات التنفيذيه. وادي مثال اهوت وزاره الصحه بتقدمه النهارده من خلال الفريق الطبي للقصر العيني. شكرا جزيلا لكل الناس الجميله اللي شاركت النهارده معانا. عايز اوصل لحضرتك معلومه برضو من ضمن اللقاءات مع الجماهير. نعم. الناس شايفه المستشفى جميله جدا بعد التطوير اللي حصل فيها. نعم. لكن للاسف ينقصها بعض الاجهزه، الى جانب ان مديره المستشفى طلبت ان اضافه بعض الاجهزه من خلال مؤسسه عامل. فايه آلية التنفيذ اللي ممكن تتم من خلال هذا المشروع؟ والله هو يعني اي مكان الحقيقه بيبقى محتاج، والاحتياج دوت ممكن العديد من الجهات تتعاون من اجل الانجاز. واحنا النهارده ان شاء الله بنشوف النهارده امكانيات النهارده الدوله، وهي امامنا عده ظروف الدوله بتسعى فيها النهارده الحقيقه في البنيه التحتيه. بكره ان شاء الله باستمراريه المتابعه بالتواصل نستطيع ان احنا ناخد برضه حاجات كويسه جدا من خلال الوزاره ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني، ممكن نحط ايدينا في ايديهم وبرضه نساعد، ويوم ورا يوم ان شاء الله بنقدر ننجز على الارض حتى يكتمل البناء في الشكل الهرمي اللي يدينا واخد بالك معايا الهدف في التميز في خدمه مواطنينا واهالينا على مستوى القريه وعلى مستوى ابناء مركز القناطر الخيريه. شكرا. شكرا. يا ما نفسي اعيش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي اعيش انسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. ولا حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش ليه، ولا حتى روحه ملك ايديه. هو في قلبه من عليه شايل امل وشروق